السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم نحضروا حلوى اقتصادية ليلات بنوة كوكو. باش نحضروا هذه الحلوى هنا عندي 3 حبات تاع بيض، عندي كاس تاع زيت شويه ماشي معمر، كاس سكر ماشي معمر ثاني، فرينه، قرصه تاع ملح، زوج خمار، لافاني، عندي المعجون، وعندي نوة كوكو، هذا جوز الهند. هنايا لازم تخيروا النوعيه جيده وشوفوا لا دات تاعها وين تكون خلاصت، لخاطر دي فوا تبقى تقدام لهم فما ولو غو تاعها ما يجيش كامل بنين كي نخدموا بها الحلويات. هنا في ريسيبيون درت هذاك 3 حبات تاع البيض، ضربهم مع القبصه تاع الملح، ضربهم مليح، ونزيد الكاس تاع السكر، ودركا نزيدو هذيك الزيت، نبدا نزيدوها غير بشويه ونضربو مليح باش يدخل هذاك السكر مع هذاك البيض. وهنايا نبدا نزيد نوة كوكو، ندير 3 مغارف، نخلطهم، ونزيد 2 مغارف تاع المعجون. على هكذا الكاس تاع السكر ما لازمش تعمروه، كي نزيدو المعجون يجي سوا سوا. هنايا الفرينه دات لي 3 كيسان، والكاس الرابع شويه فوق النص، وانتوما سا ديبون شحال تدي لكم الفرينه. هما ليسونسيال العجينه ما ديروهاش يبزه، لازم تكون طريه بزاف هكذا باش الحلوه تاعكم تخرج طريه. زدت مغرفه تاع لافاني، ودركا هنايا عندي 2 باكي تاع لا ليفير شيميك، كل باكي فيه 8 غرامات، هنا درت 16 غرام. نتوما نقصوا شويه، ديروا نتوما على حسب الغرام تاع الساشي، ما على باليش شحال فيه، ديروا حوالي 10 غرامات 12 غرام، ما تزيدوش اكثر باش ما يتخمر لكمش الحبه بزاف. وهنا العجينه ليموها ونخليوها تتلاصق هكا في اليدين، ما لازمش نيبسوها باش الحبه تاع الحلوه تاعنا تجي طريه وتجي هشيشه كيما راكم تشوفوا. دوك درت شويه تاع زيت في داك السنيوه. دوكا نديرهم كرايات، تقدروا توزنوهم 25 غرام الحبه. فوالا من بعد كورتهم كامل، دوك نبدا نشكل فيهم هليلات. وهذا الوصفات تقدروا ديروهم كرايات من بعد توسوا لهم نواه كوكو. فوالا زيد معاكم حبه، وفي الاخر فوالا من بعد كامل ما شكلتهم درتهم يطيبوا. من بعد ما طابوا هنايا عندي نواه كوكو، عندي شويه معجون تاع المشماش، خففته بالمزهر. انا درته في الميكرووند، نتوما ديروه في سخنوه لازم في كسرونه باش يذوب هكذا. حبه تاع الحلوه تكون بارده، نديروها في ذاك المعجون وبعد نرجعوها في نواه كوكو. فوالا بعد ما درتهم كامل. هذه الحلوى اقتصاديه وسهله، توجد بالخف، مليحه هكذا للقهوه، تاني مليحه للعيد الكبير ان شاء الله. حلوه سهله. نقسم معاكم حبه تشوفوها كيفاش جات، تجي فريمون طريه، تذوب في الفم. فوالا شوفوا كيفاش جات. نتمنى نكون عطيت لكم فكره، ونتلاقاو في وصفات واحده اخرين ان شاء الله، والسلام عليكم.